مثل هذه الحكومة لا يمكن التفاهم معها إلا بلغتها، لغتها القوة، لغتها العنف، لغتها المواجهة. هذا هو المنطق الذي تفهمه هذه الحكومة. انظروا، لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل من أبي سفيان حكومة ملكية دستورية، وكان يقول يا أبا سفيان ابق على ما أنت عليه وابق ملكا علينا، نقدسك ونحترمك ونجعلك على رؤوسنا ونعطي بيدك كل الأمور، لكن اسمح لنا أنه نجتمع في مكان اسمه مجلس الأمة، برلمان، نجلس بيناتنا نتناقش، بين فترة وأخرى أيضا منك تأتي أوامر علينا ونقاط لكي نناقشها. لو أن رسول الله قبل لكنت أقول لكم اقبلوا، لكنني أقول لكم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا ترجون، قتلاكم في الجنة. وهذه الأعمال التي تقومون بها هي جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إقامة العدل وإقامة الحق من أوليات ما يجب على كل مؤمن أن يقوم به في هذه الحياة وفي هذه الأرض. استمروا على ما أنتم عليه، لا تتراجعوا قيد أنملة، لا تتراجعوا أبدا، ولا تقبلوا أي حل. ثانيا، ارفعوا شعار رفعه قبلكم الآخرون ونجح، شعار واحد، كلمة واحدة، ما نحتاج إلى محاضرات، ما نحتاج إلى بيانات، كلمة واحدة ارفعوها، ارحلوا، ارحلوا، انتهى دوركم. لو القضية بالدور، لو بالدور، مو البعض يطالب بملكية دستورية تبادل السلطة وما أعرف إيش، زين، إذا بالدور 250 سنة كانوا قد ركبوا على أعناق الناس، انتهى دورهم، ارحلوا، ارحلوا، كلمة واحدة، ولا تقبلوا بأقل من هذا. ثالثا، كما يقاطعونكم ويقطعونكم قاطعوهم، مو أكثر من ذلك. لا أطالب بالعنف، وإنما أطالب بالمقاطعة. أطالب كما تتظاهرون في الشوارع كذلك قاطعوهم، أي شيء يرتبط بهذه الدولة وهذه الحكومة الظالمة الفاسقة الفاجرة المتخلفة، اقطعوا معهم. وده يقاطعك، مو فقط ده يقاطع، ده يقطعك، يقاطعك ويقطعك، أنت فقط قاطع، ما يحتاج حديث معهم. حوار في ماذا؟ حوار في ماذا؟ رجل واقف على راسك وبيده خنجر أو بيده مسدس ويضعه على صدغك ويقول لك اسكت، ويقول لك نريد أن نتفاهم، ارفع يديك حتى أتفاهم وياك. يعني تفاهم هذا ولا استسلام؟ هذا مو تفاهم، هذا مو حوار. انتهى الحوار، وصدقوني هذا زمن التغيير، لا تضيعوا هذه الفرصة على أنفسكم، هي فرصة أن تستمروا وتحملوا، تحملوا في سبيل الله، تحملوا. شهداؤكم مع شهداء بدر إن شاء الله، مع شهداء أحد إن شاء الله، شهداؤكم مع شهداء كربلاء، هؤلاء أعادوا كربلاء وعاشوراء في كربلاء الثانية البحرين، أعادوها هم نفسهم. لو كان الحسين قد قبل بأن يضع يده في يد يزيد كنت أقول لكم ضعوا أيديكم في أيديهم، لكن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الإمام علي في طريقة تعامله مع معاوية
حينما قالوا له يا أمير المؤمنين دع معاوية يأخذ لك البيعة وأثبته في موقعه كوالي، وبعد ذلك لكل حادثة حديث. قال والله لا أبقيه يومين، مع أن الإمام كانت يده العليا، وكان الإمام هو الحاكم الأعلى، لم يقبل بوالي ظالم تحت سيطرته. لا أبقيه يومين. لا تتراجعوا عن الهدف النهائي. هذا الشعب مشكلته ليست مع هذه الحكومة الظالمة الفاسقة الفاجرة المتخلفة. هذا الشعب مشكلته في هذه الحكومة. كما قلت في ليلة من الليالي، حينما تكون هنالك غدة سرطانية في الجسم، الإنسان ما يروح يقول عندي مشكلة مع الغدة، يقول عندي الغدة مشكلة. هذه الغدة السرطانية التي كبرت على حساب الناس ومرة واحدة بقدرة قادر، كلهم أصبحوا أمراء وقصارى، ما يفعلون مع الناس الكيد. أنا لم أرى في التاريخ أن حكومة تتعامل مع شعبها بالكيدية في حالات السلم وفي حالات القبول بهم وفي حالات ديمقراطية مزيفة، مع ذلك تكيد عليهم وتستخدم الكيد بالنسبة إليهم. وحينما يخرج الألوف يطالبون بحقوق بسيطة، تعمد الحكومة إلى مجموعة من المتجنسين الذين لا يعرفون اللغة العربية، وتعطي بأيديهم 10 دنانير في يد وصورة الملك في يد أخرى لتأييده. إخوتي، في مصر ليست طائرات الهليكوبتر المروحيات هي التي كانت تحلق على الشباب وواصل الشباب المظاهرات والاعتصامات، إنما كانت طائرات عسكرية تنزل إلى مستويات منخفضة ثم تعود. ما خاف الشباب، استمروا. لو كان شعب تونس قد قبل من زين الفاسقين بن يزيد، لو كان شعب تونس قد قبل حينما عرض عليهم الحوار والهدوء والخروج من الشوارع إلى البيوت، لكان بن علي لا يزال حاكما، وكان فيما بعد يحاكم كل من خرج في مظاهرات ضده. لكن شعب تونس عرف أين مكمن المشكلة، قالوا له ارحل، ورحل الرجل وهو على وشك أن يرحل من هذه الدنيا إلى نار جهنم إن شاء الله. أنتم أيضا اعرفوا أين موقعكم الآن. وراءكم 250 سنة من القهر، من الظلم، خلص بس. لكن للخروج من الزجاجة الإنسان يمر بعنقها. العنق أحيانا أضيق من الزجاجة، بس إذا رجع إلى داخل الزجاجة يأتي من يضع على الزجاجة شيئا ويمنع الناس من التحرك. تحملوا خروجكم من عنق الزجاجة، وحينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. إنني من هنا أرى بحرين بلا هذه العائلة الفاسقة الفاجرة المتخلفة. حقيقة تصوروا حينما تكون البحرين من دون هؤلاء الفسقة، من دون هؤلاء الكيديين، من دون هؤلاء القتلة. تصور نفسك تعيش في هواء نقي، في حرية من أمرك. هؤلاء الناس أنا أراهن على ضمائر الشباب وعلى زنودهم وعلى إرادتهم الصلبة، أراهن عليكم، وإني واثق أنكم بضمائركم تشعرون أن لحظة الحقيقة قد دنت، ولحظة الخلاص هذه هي اللحظة. كل شاب يخرج إلى الشارع الآن ده يسطر التاريخ، ده يكتب التاريخ، وسيأتي يوم كما مر على تونس وكما مر على مصر بعد 30 عاما من حكم ظالم غاشم، الدولة كلها صاغها على حجمه.
اقتصاد الدولة، جيش الدولة، مخابرات الدولة، ومع ذلك انتهى كل شيء. أبشركم إن الله عز وجل قد أذن في انتصاركم إن شاء الله، وسيأتي يوم ليس ببعيد من هذه اللحظات التي أتكلم معكم وأنتم تعيشون أجواء الحرية بلا هؤلاء الطغاة. لا نحتاج إلى أن يأتي ولي العهد، انتهى دوره ولي عهد، ملكية غير موجودة هذه الملكية. أطالبكم بالخروج يوميا يوميا، لا تقطعوا الخروج إلى الشوارع. لا يراهنن هؤلاء، لا يراهنون على تعبكم وقصر نفسكم. استمروا في الخروج، ولا تقبلوا من أحد أن يفاوض نيابة عنكم. لا مفاوضات، انتهت هذه الفرصة بالنسبة إليكم وإليهم. الآن الشعار هو كلمة واحدة: ارحلوا ارحلوا. وتأكدوا أنهم يعيشون هاجس الخروج، وهذا يوم الخروج إن شاء الله. يعيشون، يعرفون أبا عن جد أن هذا الموقع ليس موقعهم، وأنهم غاصبون لهذا الموقع. تأكدوا أن السارق لو ورث ما سرقه لأولاده، يبقى الأولاد يعرفون أن هذا المكان، هذا البيت، هذه السيارة، هذه الأموال مسروقة، والتي سرقت لابد أن تعود إلى أصحابها. أرجو من الله عز وجل أن ينصركم، وأن يرحم شهداءكم، وأن يشافي جرحاكم، وأن يعطيكم العزيمة والقوة والنصر إن شاء الله، لتكونوا أنتم ممن بشر بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبشر بهم الأوصياء من بعده، أن تكونوا من الذين يمهدون لسيدنا وإمامنا ومولانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولكم شرف هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.